زمان لما كانوا بيقولوا اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي، ما كانوش يعرفوا ابدا ان احنا في 2025 هنقول ان اللي اتلسع من التوكسيك يحط بوستات تتكلم عن الهيلينج. طيب تخيلوا كده بقى معايا ان الكلمة دي اصلا اللي هي كلمة توكسيك معناها سام، بس احنا بقى كمصريين لقيناها تنفع تتقال على كل حاجة، من اول العلاقات الشخصية لحد جروبات الشات اللي كلها ضغط نفسي. يعني مثلا لما صاحبك يبعت لك 50 فويس نوت في نص الليل تقول له يا عم كفايه بقى خف شويه، توكسيك اللي فيك ده ايه علاقته؟ معرفش. ولما حد يفضل يشتكي لك ويصدر لك طاقته السلبيه تقول له يا عم ده انت توكسيك اكتر من عوادم ميكروباص السلام مثلا. ايه دخل برضو كلمه توكسيك؟ معرفش. ولما تلاقي واحد دايما عنده دراما في حياته بيبقى ببساطه توكسيك درجه اولى، محتاج سكر وملح عشان يتوازن. ايه علاقه التوكسيك بالموضوع؟ ما عنديش فكرة. فيا جماعة الخير مش كل كلمة نحطها مش في مكانها الصحيح، كل كلمة وليها معنى، فأرجوكوا بقى خفوا توكسيك شوية. السلام عليكم.